السلام عليكم، نتمنى تكونوا بصحة جيدة. مرحبا بكم فيديو جديد أو وصفة جديدة. الوصفة ديالنا اليوم شباكية بطريقة سهلة ومقادير بسيطة متوفرة في كل بيت بلا ماكينة شباكية، فقط باليد نوجدوا شباكية لذيذة وسهلة. وفي المقادير عندي كاس دجاج محمر ومطحون، وجوج معالق كبارين نافع وحبة الحلاوة، وملعقة صغيرة من المسكة الحرة. وهنا عندي كاس الماء سخون اللي عملت فيه زعفران شعرة ونخليه يطلق جانبا، ونكمل باقي المكونات. وعندي 2 معالق صغارين من الخميرات الحلويات مع مريش بزاف، وبيضة واحدة، وملعقة صغيرة من الخميرة الفورية، وكاس ونص الزبدة اللي ذوبتها وصفيتها، وجوج ملاعق كبيرة من الخل، وكاس الزيت نباتية. هذو المكونات الأولية. خلط المكونات مع بعض مزيان حتى ينسجم الخلط كامل. تخلط الزبدة مع البيض مع باقي المكونات، ومن بعد نضيف لهم الدقيق. ومن بعد ما نسجم المكونات مع بعض دابا نزيد عليه الدقيق. عندي هنا 2 كيلو دقيق ناعم، ونزيد الزعفران اللي خليته يطلق من قبل، وكاس ما زهر. صافي نخلط المكونات كما كتشاهدوا معايا الفيديو حتى ينسجم المكونات كامله مع الدقيق. ومن بعد بقى نزيد الماء شويه بشويه، الماء على حسب الدقيق. ضروري نضيفوا الماء شويه وشويه باش ما يفوتناش الماء في العجين ديالنا، وتجينا العجين ديالنا خفيفه. العجينه الشباكيه ضروري خصها تكون قاصحه، ما تكونش خفيفه. من بعد ما جمعت العجينه ديالها هذا هو القوام ديالها، ضروري خصها تكون قاصحه وشابره راسها مزيان. طبعا من بعد ما عجنت العجينه ديالي دابا نقطعها قطع صغيره باش منين يجي شكل الشباكيه ديالي ما تجينيش صعيبه، يكون عندي قطع صغيره كنطلقها بسهوله. ومن بعد ما قطعت العجينه الى قطع صغيره دابا غنطلقها على شكل مسمنه او رغيفه باش تعطينا هذاك التوريق في الشباكيه ديالنا وتجي الشباكيه ديالنا هشيشه. ومن بعد نوضعها في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح حتى ترتاح مزيان. ومن بعد ما ارتاحت العجينه ديالي دابا غنطلقها باش تشكل الشباكيه ديالي. وضروري خصنا نطلقوا العجينه ديالنا رقيقه، ضروري نرقوها مزيان لان حنا ملي كنطلقوها بيدنا ماشي بالماكينه، ضروري خصنا نطلقوها مزيان. ومن بعد ما طلقت العجينه ديالي كنحيد الزوائد اللي كيكونوا في الجوانب ونقطع الحجم اللي بغيت انا، مثلا كبيره ولا صغيره على حسب كل واحد كيفاش كيعجبو الشباكيه ديالو. وكنقطع 5 الاشرطه، كنعمل 4 والخامس كنقطع فيه. طريقه الشباك سهله كما كتشاهدوا معايا في الفيديو، سهله بزاف، يمكن لكم توجدوا بها كميه كبيره في وقت قليل. عندي هنا 5 الاشرطه، كنوضع 2 فوق 2 يعني 4 الاشرطه، وكيبقى لي شريط واحد. والشريط الخامس اللي بقى لي كنقلب العجينه ديالي، ومن بعد كنجمع الجوانب الشريط اللي بقى لي ونضغط عليه مزيان باش ما يتفتحليش في القالي. ومن بعد نفتح العجينه ديالي الى نصفين، كنعمل 2 اشرطه من اليمين و2 اشرطه من اليسار، ومن بعد نفتح ونضغط على الجوانب. وصافي هذه الشباكيه ديالنا واجده. واذا ما كانش عندكم القناه الشباك وما فيكم ما تضيعوا الوقت، يمكن لكم تعملوها على الطريقه هذه سهله بزاف. كتقطعوا 3 اشرطه وتوضعوهم فوق بعضهم، ومن بعد كتقطعوا وتضغطوا على الجوانب وهي واجده. سهله مهله وكتسربي دغيا وما كتضيعش الوقت بزاف. من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي دابا نكوز المرحله القالي.
نسخن الزيت ولكن ما خصوش يكون سخون بزاف، يكون سخون ولكن ماشي لدرجه انه الشباكيه ديالنا طيب بسرعه من برا وتبقى لنا خضره من الداخل. وملاحظه الشباكيه من الافضل تخليوه حتى نشف مزيان باش تبقى لكم الشباكيه ديالكم واقفه. انا ما كانش عندي الوقت ما خليتهاش تنشف بزاف. والشباكيه ديالنا نحمروها ولكن ما نحمروهاش بزاف حتى ترجع اللون ديالها غامق، لان ملي كنوضعوها في العسل كيزيد اللون ديالها يغمق، فمن الافضل نخليو اللون ديالها يكون ذهبي والعسل تكون سخونه فقط، ما تكونش وصلت لدرجه الغليان. ومن بعد ما قليت الدفعه الاولى كنوضعها في العسل ونخليها تشرب، ومن بعد كنضيف كميه واحده اخرى. والزيت كذلك خصو يكون ما يكونش سخون بزاف. اذا شفنا الزيت ديالنا سخان بزاف يمكننا نطفيو عليه ونخليوه حتى درجه الحراره ديالو، ومن بعد نستمروا في القلي باش الشباكيه ديالنا تجينا طياب واحد وما تجيناش اللون ديالها غامق بزاف. ومن بعد ما شربت العسل نحيدها تقطر ومن بعد نضيف لها الجنجلان. وهذه هي الشباكيه ديالي. كما كتشاهدوا معايا في فيديو سهله مهله اقتصاديه كتوجد بسرعه. واشتركوا في القناه كي يوصلكم كل جديد، ومع السلامه فيديو جديد او وصفه جديده.